لو عندك الجيركن بتاع معطر الملابس ده، تعالي هقولك على حتة فكرة جميلة جدا. هنعلم بالقلم كده في الاماكن دي كلها، ودي الاماكن اللي انا هعدي عليها بالقطر علشان اقطع من عندها. هنقطع بالشكل ده، هنيجي على البق بتاع الجيركن هنشيله، وبعد كده من القطعة الزيادة اللي احنا شلناها هنقطع شكل مدور وشكل زي الزعنفة كده، هنلزقه فوقيه على طول. وده ستيكر ورق، انا قصيت الستيكر ده على شكل البق بتاع السمكة، والعينين قطعتين مدورين، وكمان قطعة كده على الجنب وقطعة على الظهر زي الشكل بتاع سمكة الحوت او سمكة القرش. ورشيته كله سبراي، وهسيبه بقى ينشف. وعقبال ما ينشف انا اخدت الجزء بتاع قاعدة الجيركن واستخدمت قطعة الماسورة دي، ممكن نستبدلها بقطعة عصاية صغيرة خشب او ماسورة ستارة. لزقتها على غطا ازازة، ثبتها وثبتها في القاعدة من تحت. وهنا كان نشف السبراي، بدأت اشيل الستيكر بقى اللي انا عاملاه. ظهر الشكل، معايا قلم اسود بعدل بيه اي شكل طلع مش مظبوط. هنشيل بقى قطعة الستيكر دي كمان. كل الاماكن اللي انا شلت منها الستيكر لونتها باللون الذهبي. اللون الذهبي ده من السبراي نفسه، رشيته جوه الغطا لغاية ما سيل معايا، وبدأت استخدم فرشة ولونته. ورشيت كمان القطعة اللي انا شلتها من الجيركن من تحت دي، وثبت عليها قطعة من غطا الازازة، وثبت عليه السمكة اللي انا عملتها دي. وبدأت بقى ازينها بأي شريط تزيين. انا كان عندي سلاسل مش محتاجاها، كانت جاية معاها بلوستين كده عندي، فانا مش هستخدمهم، فاستخدمتهم في الفكرة دي. طلعت شكلها حلو قوي عشان كمان ذهبي، والفكرة كانت اسود في ذهبي، فالالوان مشت مع بعضها. ودي قطعة من بندانة تل برونزي كانت عندي، حطيت الميني لايت فيها من تحت وحطيت فوقيها التل، ادى منظر تحفة قوي. وهبتدي بقى الزق عليها فصوص اللولي دي، ليها علاقة برضو بالسمك والبحر وكده. لو كان عندي قواقع او ودع كنت لزقتها. وده المنظر الاخير، شكلها حلو جدا جدا، حلوة قوي. انا هحطها عندي في اوضة الاطفال، الاولاد بيعجبوا بيها قوي وعجبتهم بجد جدا. طبعا انت ممكن تستبدلي الالوان دي باي الوان، السبراي في منه كل الالوان. لو انت حبيتي يعني تديها الوان تانية، خدي الفكرة واعمليها بالالوان اللي انت حباها. ممكن كمان تستبدلي اي شريط تزيين تاني.